طهور بموت بصحة وبعافية وكويس يا ناس. واحد واحد حدا يجاوبني، هلقينا مين أحسن؟ هذا ولا دكتور؟ مين؟ مين أحسن؟ عشان أنا قتلوا لي الولد، قتلوا لي الولد يا ابن اسماعيل، جبتوا عمرو شام ثمن طاهره هذا قتلوه. شو ياخذ؟ مش راضي يخش الحمار مش راضي يخش جوا. انا حاولت اخششه ما رضيش يخش، بس انا كنت بدي قاعده مطرح مكتب الدكتور. هو يكتب للناس الروشتات وهو اللي يعملهم ويسوي له. شو اسم حضرتك يا؟ انا اسمي عدي السباح من سكان مخيم الشاطئ. الدكتور اللي طهره ايش اسمه؟ الدكتور اللي طهره من دار الكحلوت هو المسؤول عن البنج، مسؤول يحط البنج لطفل صغير. راح حط له بنج تبع زلمه كبير الله يرحمه، ولد زي الملاك. امبارح جبتوا مليلة على ظهره قتلوه. فانا بدي رايكم يا بشريه، يا بشريه، هذا دكتور ولا حمار؟ هذا دكتور، احلى دكتور، هذا الحمار احلى دكتور اللي قتل الولد. هذا عمره قتل حدا يا دكاتره، هذا عمره كذاب، هذا عمره سرق، هذا عمره قتل. هيكو واحد يا دكاتره. هيكو الدكتور يا عدي ايش اسمه؟ من دار الخضري. انا اسف يا اهل الكحلوت. الدكتور من دار الخضري المسؤول عن البنج. انا اسف يا اهل الخضري، يا اهل الكحلوت. الدكتور من دار الخضري انا اسف قتل الولد. حسبنا الله ونعم الوكيل في الشرطه وفي البلد كلها، حيث انه اللي في المكان المناسب لا يجلس في المكان المناسب، بينما يجلس في المكان المناسب محمار اللي زي هذا. يلا يا عالم يحملوه معايا نحطه مطرح الدكتور ويكتب للناس الروشتات. انا ابني عالم والله ما فرحت عليه، والله ما فرحت عليه، ولا عندي لما يصحى الصبح يا جماعه الخير بصحاش زي باقي البشريه، بفتح زي الورده، زي الورده بفتح الولد. هالعنان الخضر وهالطول وهالبياض قتلوا لي اياها. وشكرا والله يا جماعه الخير. انا كنت من الناس اللي بتحكي للناس خليكم في البلد وما تهجروش واصبروا وصابروا، ولا بد انه بعد مده نعيش مبسوطين وننبسط في هذه البلد مع بعض. بس للاسف يا جماعه الخير لازم احنا كلنا نطلع منها ونسيبها للحمير اللي زي هذا ولا زي الدكتور اللي قتل ابن عزيز. وشكرا، السلام عليكم. قدمت القضاء يا عدي. انا اسمع عدي السباح واسم ابني عزيز عدي عاطف السباح. قدمت القضاء اللي بده يسال عن المشكله هي في المستشفى هذه. قدمت القضاء يا عدي. ما قدمتش لحدا، انا انسان بسيط على قدي. اللي بقدر اجيبه اني اشحت حمار جارنا واقول له هات لي اياه احط لك اياه هالمشوار عشان اجيبه على المستشفى. وانا صورت وحكيت الكلام هذا عشان الناس تعرف انه احنا حياتنا حياة اطفالنا في خطر طالما هناك حمير من هو غير مناسب في مكان غير مناسب. وشكرا والسلام على النت ودعم